تخيلي معايا كده تعملي عيش صحي بمكونين 2 بس. هتعملي عيش صحي بمكونين 2 بس وطعمه كمان حلو. هتعملي عيش صحي بمكونين 2 بس وطعمه كمان حلو ومن غير عجن. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركة الله. قبل كده مبدأ عايزاكم تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك والشير بتاعكم الحلوين وبينا على الطريق. اول حاجه هنعملها وهي الكوبايات اللي انا هعاير بيها هيها بتاعه الشوفان هيها بتاعه الميه. هجيب كوبايتين من الشوفان بنفس المقدار كوبايتين من الميه وهنقعهم مع بعض نص ساعه بالظبط. ركزوا في الخطوات اللي هقولها لكم دي، هي سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. بعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا، هحط بقى فيه الميه بالشوفان اللي احنا عملناهم مع بعض دول، وهحط عليهم رشه من الملح صغيره ورشه من البيكنج باودر بمقدار ربع معلقه. بعد كده هضربهم في الخلاط وده القوام بتاعه. لو لقيتوه تقيل شويه هتحطوا شويه ميه صغيرين. بس كده دي كانت كل المكونات. اهم حاجه بقى هنا هجيب الطاسه هتكون مش سخنه، هحط لها زيت، هدهنها بالزيت، وبعد كده هبدا ان انا اشكل العيش كده بالمعلقه وهبدا ان انا هرفعه على نار هاديه. تمام، ده اول رغيف عملته معاكم وبحطه وبعد كده بقلبه على الجنب التاني. واهم حاجه النار تكون هاديه وبدهن الطاسه بالزيت. لو الطاسه ما بتلزقش خالص ما دهنهاش عادي. عايزه بقى اقول لكم ان طعمه تحفه قوي قوي. بطلعه على طبق فيه فوطه، عليه فوطه، وبعد كده بغطيه برده بالفوطه وبيفضل تحفه جدا. بحتفظ بيه في الفريزر عادي، وقبل ما بناكل بطلعه من الفريزر. شايفين طريقه السوا بتاعته عامله ازاي؟ اهم حاجه النار هاديه خالص، يعني النار شمعه. هتاكلوا بقى احلى واطعم عيش بالشوفان، تحفه جدا جدا. جربوه ان شاء الله وهتدعولي. وطعمه والله العظيم تحفه قوي قوي، هيعجبكم جدا. اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. Baba, how much is like? I love you.